متابعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ملوخية بالأرانب. احنا معانا أرنب جميل اهو. ده وزنه 2 كيلو قبل ما يتذبح. وطبعا في حاجات كده لازم ننضفها بعد ما نزعنا الجلد، وطبعا لازم نشيل كل الحاجات الزيادة. هو أرنب اهو مش قطة، لأن في ناس بتفتكر ان الأرانب دي قطط. لا، ده أرنب. طعمه جميل لذيذ. طبعا شلت كل الزيادات اللي فيه وشطفته كويس قوي تحت الحنفية، ودلوقتي انا بقطعه اجزاء. طبعا ده القفص الصدري بيطلع لوحده، وهنا طبعا دي التخدين او طبعا ورك مع ورك بينفصلوا عن بعض بالشكل ده. انا بحب استخدم المقص، بيبقى منجز معايا. طبعا وده الجزء العلوي برضو بنقسمه 2، ممكن يعني زي ما هو عادي يتبقى مفيش مشكلة. وطبعا لازم الأرنب بالذات يتغسل كويس جدا جدا، ما يبقاش فيه اي حاجات ومية جارية زي كده. وطبعا كده يتغسل كويس. هنقعه طبعا عشان الزفارة. دي معلقة خل وكمان معاهم معلقة ملح. وطبعا ما ننساش الدقيق، لان الدقيق برضو بيشيل الزفارة معانا. معلقة دقيق كده كلهم مع بعض. طبعا هيتنقعوا في المية لمدة ربع ساعة. انا حطيت الحلة على النار، المية بدأت يعني تمسك نفسها كده تغلي. لازم برضو المية تغلي بالنسبة للعرايس الجداد اللي لسه مبتدئين. فلما بتغلي المية بنحط فيها فرخة او ارنب ايا كان، بتمنع الزفارة وبتحافظ على النسيج من الانكماش. فطبعا انا رميت معاهم طماطمايه وواحدة بصلة، لو في جزر عادي مفيش مشكلة. كل الحاجات دي بتدي طعم وغذاء للشوربة وبتدي ريحة حلوة ونكهة لذيذة. طبعا مع معلقة ملح وفلفل عشان طعم اللحوم يبقى شارب كده من الملح وطعمه لذيذ، ما يبقاش دلع معايا. وطبعا خدت على النار تقريبا ساعة الا ربع، والشوربة اهي جميلة قوي بعد ما شلت اللحوم اللي معايا كده استوت وانا شلتها. ودي ملوخية ناشفة لذيذة جدا وطعمها مسكر قوي، وهي بطبيعتها الملوخية الناشفة بتبقى جميلة. انا عن نفسي بحبها عن الملوخية الخضراء. فطبعا انا نزلت بالملوخية بالشكل ده، ومعاها نص معلقة شاي سكر بتديها طعم لذيذ قوي. طبعا زائد الملح، ودي حتة شطة لازم واكيد. طبعا بتدي طعم مع الملوخية بالشكل الجميل ده. وهنا طبعا معايا شوربة متبقية. شوربة الأرنب حلوة قوي لو حد بطنه وجعاه، لو حد جسمه سخن، فبتبقى طعمها لذيذ. فأنا اللي اتبقى معايا مرضتش ارميه، هعمل شوية عصفور كده، لسان عصفور جميل قوي مع الأكل. بحمصه في سمنة وزيت. دي حتة ملح أثناء التحميص بتخلي التحمير معايا كله مية واحدة، ما تبقاش حباية بيضة حباية حمرا، لا، الكل بيبقى لون واحد بالشكل شايفين حضراتكم كده. ده بعد ما حمصتهم كويس وقلبتهم طبعا في السمن والزيت والملح، بقوا معايا بالشكل ده لونهم جميل قوي. ونزلت بالشوربة هنا، دي شوربة اللي هي المرقة بتاعت الأرنب، وزودتها كمان شوية مية معايا لأن برضو مش هتكفي، فأنا حاولت أكترهم شوية، زودت شوية مية معايا. وطبعا الأرنب بيحب إن هو يتحمر كده ويبقى طعمه حلو، ما ينفعش ناكله مسلوق، مش هيبقى له أي طعم. هو بالذات الأرانب لازم نحمرها كويس في سمنة وزيت وقليل من الملح كده برضو عشان الزيت ما يطرطش معايا.
وطبعا قطع اللحمة معايا تبقى حلوة وواخدة طعم كده حلو قوي. طبعا انا السمنة سخنت، ما ينفعش ننزل السمنة باردة ايا كانت، حتى لو معانا طاسة برضو ما بتلزقش، لازم السمنة تبقى سخنة. ونهدي النار شوية ونزلت زي ما شايفين حضراتكم كده القطع اللي معايا خدت اللون الجميل ده واحمرت. طبعا انا احمرت من جنب وقلبتها. هتاخد طبعا الوش التاني من الناحية التانية بالشكل ده. طبعا لازم بطلع انا على مناديل ورق كده عشان تشرب معايا اي زيادات من الدهون. وهنا طبعا الثوم انا قشرته. وطبعا كده هعمل الطشه بتاعت الملوخيه دي، حته كزبره جافه بتدي طعم جميل جدا معانا. طبعا السمنه لازم تبقى دافيه، ما تبقاش سخنه قوي عشان الثوم ما يتحرقش معايا، يدوب بس كده يدفع على النار. وطبعا بنقلب لحد ما لون الثوم ياخد لونه الحلو ده، وبننزل بالملوخية فوق الثوم. أكلة لذيذة مغذية جميلة جدا، أكيد حضراتكم عارفينها. طعمها جميل. يا ريت اللي يجرب بقى، ألف هنا والشفا. وما تنسونيش حضراتكم بقى معايا في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأنا سعيدة بوجودكم معايا في كل وقت طبعا، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب، وربنا يسترها كمان وكمان. وشكرا ليكم وإلى اللقاء. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.